انا بقى بجد نفسي اعرف فطير ايه ده بجد اللي انتوا بتسقعوه في التلاجة ساعتين وثلاث ساعات. ما الفطير هو طالع معانا حلو وجميل ومنفوش ومنفوخ قد كده هوت في الفرن. ويا سلام بقى على الفطيرة بعد ما تطلع كده هوت وهي سادة طالعة مدورة ومورقة من غير ما قعدت لا ساعة في الفريزر ولا نص ساعة في التلاجة ولا سقعناها ولا بردناها. طالعة معانا مورقة وزي العسل. عمرنا ما شفنا لا الفلاحين ولا الصعايدة سقعوا الفطير لا في التلاجة ولا بره التلاجة. ويا سلام كده بقى على التورقة، كل ورقة بعيد عن أختها وشايفين خفيفة جدا زي الورقة كده هو حاجة سبيشال يا بنات. وتعالوا هنا بقى نشوف بقى الفطيرة الشرقية، برضو لا حطيناها في التلاجة ساعة ولا نص ساعة. خليكي بقى شاطرة وذكية. شايفين الفطيرة طالعة معانا خرافة خرافة بجد يا بنات، خرافة. بصوا حاجة كده هو طالعة سبيشال، حاجة تحفة التحف. ويا سلام كده بقى لما نخش كده بقى على الفطيرة الجميلة التحفة وبمقاديرنا. يلا بقى كده بقى نشوف مقاديرنا. المقادير بتاعتنا نقط معانا كيلو من الدقيق اللي هو 72%، يعني استخراج كده هو 72%. هننزل عليه بمعلقتين حلوين كده هوت من السكر ورشة صغيرة من الملح. هنبتدي كده تفركهم بإيدي كده عشان يكون فيها أي حاجة مكلكعة سواء من السكر أو من الملح. وبعد كده هنقلبهم مع بعضيهم وهننزل تدريجيا بشوية مية دافية. المية الدافية بتخلي العجين بيريح أسرع زي ما انتم ما شايفين كده. وهنبتدي بقى ان احنا نعجن لغاية لما هتديني عجينة متماسكة، عجينة طرية ما بتلزقش في الايد زي ما انتم ما شايفين كده بالظبط. هنبتدي بقى نقسم العجينة بتاعتنا ل5 كور، كورة نص كيلو والاربع كور التانيين برضو وزنهم حوالي نص كيلو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنقسم الكيلو دي على 5 كور، 4 كور نص كيلو وكورة واحدة بس لوحديها نص كيلو زي ما انتم شايفين كده بالظبط. الكورة الكبيرة دي هي اللي هتبقى الفطيرة الشرقية بتاعتنا السادة اللي هو فطير الفلاحين وفطير الصعايدة، من غير ما نسقعه في التلاجة ولا نحطه في الفريزر. هنشتغل بيه على طول، احنا بس سيبناه كده هوت يرتاح حوالي نص ساعة وبعد كده هوت هنبتدي ان احنا نشتغل فيه عادي خالص. نزلنا كده بقى بقطعة حلوة من الزبدة وبعد كده هوت نزلنا حتة برضو من السمن العادية خالص. هنبتدي كده هوت نحطهم في قلب الميكروويف او الفرن حوالي دقيقتين لغاية لما يسيحوا كده بس شوية واحس ان السمنة والزبدة بتاعتي طريوا كده هوت في ايدي. وبعد كده هوت هنبتدي ننزل عليهم بشوية من الزيت. هنمسك كده بقى كده قطعة من الزبدة وهنبتدي ندهن بيها الصينية بتاعتنا كلها اللي احنا هنعمل فيها الفطيرة الشرقية زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هنبتدي بقى نوسع الكلام ده كله وهننزل بالصينية بتاعتنا اللي احنا هنفرد عليها. لو انت الرخامة بتاعتك كبيرة وتستحمل الفطيرة الكبيرة مفيش مشكلة، اشتغلي عليها. ما عندكيش رخامة وما عندكيش صينية تقدري تشتغلي على الطبلية لو ما عندكيش، بس طبعا بنات اليومين دول ما عندهمش الطبليات. هنبتدي هنا بقى نفرد الفطيرة بتاعتنا. لو اتقطعت منك الفطيرة كده باظت ولا باظت ولا اي حاجة خالص، هتطلع معانا حلوة ومورقة زي ما شفتوها في اول الفيديو بالظبط. انا نوت الصراحة ضوافري كانت عمالة طبعا تقطع في الفطيرة، بس مش مشكلة، احنا لو عندنا في البلد وشافوا ضوافر دي يا نهار ابيض هيقرقضوها لي. هنبتدي كده ان احنا نفردها على الصينية كلها لغاية لما تبقي بصي خفيفة خالص ازاي زي ما انت شايفة كده اهوت. انا عايزاها رقيقة جدا جدا جدا. نجاح الفطير بتاعتك ان هو يكون معاكي رقيق جدا زي ما انت ما شايفه كده اهو. تشدي كل ما انت ما تريحي الفطير بتاعك اكتر طول ما انت هيتشد معاكي وهيبقى معاكي كده اهو زي اللبانه بالظبط. هنبتدي كده بقى نمسك الزبده بتاعتنا والسمنه وهنبتدي نرشرشها على الفطيره بتاعتنا وهنغطي الفطيره كلها. وبعد كده هو هنجيب الطرف من الطروف وهنقلبه بالطريقه دي وبرده هنحط زبده وسمنه وهنجيب برضو الطرف التاني وبرضو هنحطه عليها. بصي حاجة سهلة جدا جدا جدا. الطرف التاني كده وهنحطه عليها.
هنحاول نخلي الطروف متساوية كدهوت مع بعضها، واهم شيء الطروف بتاعتك ما تبقاش كدهوت فيها كلاكيع او مكلكعة، انا عايزاها كلها كدهوت تكون متساوية وتكون كلها خفيفة. وبعد كده هنبتدي نقفلها زي الكتاب كده بالظبط، وهنقفل الطرف التاني مع الطرف الآخر، وبرضه هنحط زبدة. بعد كده هنبتدي بقى نقفل الطروف بتاعتها لغاية لما هترجع لي كورة تاني. ايه ده، هي مش كانت الفطيرة بتاعتنا فيها تقطيع؟ راحت فين يا ستي بقى؟ ما اختفت بقى خلاص. مش بص الوش بتاعنا ولا كأنها كانت مقطوعة ولا أي حاجة خالص. هنبتدي برضو ندهن كده الوش بتاعنا حتة سمنة وعلى زبدة، وهنريحها على جنب. هنشتغل بقى في الفطاير بتاعتنا التانية اللي احنا هنعملها حادق وحلو. طيب الفطيرة دي بقى اللي احنا عملناها أول مرة، آخر فطيرة هنعملها هنبتدي إن احنا نفردها من جوه لبره. طبعا قطعة صغيرة اللي احنا أخدناها ديت عملناها كده هو برضو خفيفة جدا زي ورقة السجارة كده بالظبط. وهنبتدي بقى نفرد الفطيرة بتاعتنا التانية اللي هي الأكبر منها شوية، ما احنا قلنا 4 فطاير عملناهم وزن نص كيلو، وفطيرة واحدة بس عملناها وزن نص كيلو. بصي عملناها كده خفيفة جدا، وهنبتدي ان احنا نرش عليها رشة من الزبدة زي ما انتم ما شايفين كده بالظبط. بصوا خفيفة خالص ازاي، وكل ما بشدها كل ما بتتفرد معايا لان احنا مريحينها كويس. زي ما قلنا لو اتقطعت معاكي ولا اي حاجة تشغلي خالص. هنبتدي كده نحط حتة من الزبدة، وهنحط الحتة اللي احنا حطيناها فردناها كده وات خفيف جدا وهنحطها. دي هنا هوت كان عندي كاستر كنت عاملاه وسبته كده يرتاح شوية. الكاستر طبعا 3 معالق من الكاستر، بس انا كنت حاطة 4 معالق عشان يبقى متماسك معايا في قلب الفطيرة، على نص كيلو من اللبن، ومعلقة واحدة بس من السكر. هبتدي بقى ان انا افرد الكاستر بتاعي بالطريقه دي. هنا بقى حابه بقى تحطي مكسرات براحتك، مش حابه تحطي مكسرات انت حره. انا عن نفسي ما بياكلوش عندي المكسرات فاستغنيت خالص عن المكسرات. وهبتدي برضو ان انا اقفلها من الجوانب زي ما انتم شايفين كده اهو بالظبط. وهبتدي ان انا برضو اجي كده الجوانب اروح تانياها تنايات بسيطه جدا. دي هتتفرد، دي مش هتتفرد معانا خالص، هي كده اهوت شغلها انتهى. اللي هتتفرد معانا بس الفطير الفلاحي. هبتدي كده بقى اجيب الصاج بتاعنا وهنبتدي ان احنا ندهنها قطعة من الزبدة. هنشيل بقى الفطيرة بتاعتنا. بص هتطلع معايا بكل سهولة، الوش بتاعها لا فيها تقاطيع ولا اي حاجة خالص. انا نواب بنتي بتقول لي اوعي يا ماما تحطي على وشها حاجة، قلت لها يا ستي والله ما تخافي ما احطش على وشها حاجة، هخليها لك زي ما هي كده. كانوا خايفين بس ان انا احط عليها مكسرات او احط عليها جوز الهند او حاجة، مع ان انا بموت فيها في المكسرات، بس صراحة هما اللي كانوا طالبينها. هنعمل بقى الفطيرة ديت نفس ما عملنا الفطيرة الأولانية بالظبط. هبتدي برضو اخد الكرة الصغنططة هفردها كده اهوت. بصوا بتتفرد معانا بكل سهولة وبتبقى خفيفة جدا. هنجيب بقى كده اهوت الفطيرة التانية اللي هي الكبيرة، وهبتدي برضو احط حتة من السمنة وهبتدي اللي انا افردها. يعني حوالي كده اهوت فطيرة كبيرة وفطيرة صغننة كانوا ربع كيلو. يعني زي ما قلنا الفطيرة الكبيرة بس الشرقية هي اللي بتبقى نص كيلو، لو انت عايزة فطيرة حلوة وكبيرة وصح بتبقى وزنها حوالي نص كيلو. ابتدينا كده اهوت ان احنا برضو نحط الطبقة بالطبقة، وهنبتدي بقى ان احنا نعملها فطيرة اللي هي الفطير الشرقي الحادق. هحط كده اهوت، كان عندي حوالي كده اهوت اقل من الربع كيلو لحمة كان عندي في قلب الفريزر، طلعته وفكيته زي ما قلت لكم. انا بحب دايما لما بعصج لحمه بحب دايما كده اشيل حته لحمه كده صغنطوطه على جنب علشان خاطر للايه يعني للطوارئ اللي زي كده. بعد كده هنزل بقى بشوية فلفل وزيتون وشوية بصل مقطع كده صغنطط وشوية فلفل حامي وحبة جبنة شيدر على جبنة رومي. بصوا ظبطناها، ظبطي بقى كده براحتك. وبرضو هنبتدي ان احنا نقفل من كل الجوانب برضو الحتت المقطعة ولا تفرق معانا خالص. هجيب كده هو قطعة من الزبدة وهبتدي ان انا افردها بالطريقة دي. هبتدي برضو ان انا اقفلها زي الكتاب زي الاولانية بالظبط.
برضو ديت ما بتتفردش، هي كده خلاص هتبقى خلصت. هنقفلها كويس جدا برضو، وهنحط الطروف كده اهو برضو هندخلها برضو على جوه بالطريقة دي. هجيب برضو الصينية بتاعتي هدهنها برضو قطعة من الزبدة، وهبتدي ان انا احط الفطير بتاعي فيها. انا سألت على الثلاث فطاير دول، عملوا بالظبط 450 جنيه. الفطيرة الشرقية والفطير اللي باللحمة والفطير اللي بالكاستر، التلاتة عملوا 150 جنيه، 450 جنيه. الفطيرة الشرقية قال لي 150 جنيه. أنا مش عارفة ليه بجد سعرها غالي كده اهوت، فأنا مش عارفة. فحد عنده الفطاير بالأسعار ديت يكتب لي في الكومنتات، أو هو الأسعار عندنا مبالغ فيها ولا إيه، أنا مش عارفة. هنا كده بقى عشان يديني كده بقى الوش الأحمر الجميل دوت، حطيت شوية من الكاتشب. لو انت عندك صلصة بيتزا تقدري انك انت تحطيها. وبرده اللي انا عملته في قلب الحشو من جوه، واحط من بره شويه جبنه شيدر على حبه جبنه روبي. لو انت عندك موتزاريلا تقدري تحطيها، بس انا للاسف ما كانش عندي موتزاريلا، فالشيدر والرومي قضوا معايا الغرض. وهنزل كده بقى بشويه حلوين كده من الجبنه الرومي. انا بعشق الجبنه الشيدر والرومي، الاتنين ميكس مع بعضيهم يجننوا. بعد كده هبتدي كده بقى ارص الفلفل والطماطم والبصل بتاعي والزيتون. بص هنبتدي كده بقى ان احنا نظبطها من فوق، يعني يديني كده بقى ايه وش البيتزا. بص شويه كده بقى من الزيتون الاخضر. انا بستعملش زيتون اسود خالص يا بنات، لاني ما بحبوش، بحس ان هو مصبوغ. هنا حسيت ان الطماطم عندي كبيره كده شويه، بيتقطع كل واحده بالنص زي ما انتم ما شايفين كده خلاص الفطير بتاعي كله خلص. كده الفطير الشرقي بتاعي طلع. بصوا طلع معانا اللهم بارك زي العسل، حاجه كده يا بنات اسبيشال. الفطيره ديت انا سالت عليها قال لي ب 250 جنيه. برضو انا مش عارفه ليه برضو الاسعار مبالغ فيها قوي كده، مع انها ما اتكلفتش حاجه يعني، بس قال لي سعرها عامل حوالي 250 جنيه. انما الفطيره ام كاستر قال لي 175، التانية قال لي 150 جنيه. هنا بقى قلبتها كده زي بتاعة الفطير كده بالظبط، لما كان بيقف ويروح قلبها على طول. شايفين مورقة يا بنات، والتورقات بتاعتها خفيفة جدا جدا وتحفة يا بنات. بصي حاجة كده سبيشال، والزبدة فيها كانت خرافة. كلي بقى كده مش مع عسل ابيض، مع عسل اسود بطحينة. بصي ظبطي روقي كده بقى على نفسك وعلى اولادك. انا بحب جدا يوم الخميس اعمل فطير شرقي، او اعمل اي حاجه بيتزا. بحب كده ادلعهم كده يوم الخميس الصراحه، لان ببقى يوم الجمعه كده بقى طالع كده علينا اجازه، فبحب الصراحه ان انا ادلعهم كده. شايفين الفطير طالع معايا اللهم بارك زي العسل. ادي كده الفطيرتين، والفطيره التالتة كده بقى رشينا على وشها سكر من فوق، وكانت خرافه. ما تنسونوش بقى بالله عليكم في اللايك والاشتراك والمتابعه، واللي مش متابعني. وبعد اذنكم تعملوا شير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.